بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة إن شاء الله معادنا مع المحاضرة العاشرة من محاضرات كيفية ربط الفيجوال بيزك بالإكسل. طيب خدنا المرة اللي فاتت إزاي أبحث بالاسم وطلعنا الأسماء وكتبنا الأسماء. طيب واحد هيجي يقول لي طب أنا دلوقتي عايز أعمل يوزر نيم وباسورد ومش عايز الراجل يقعد يكتب كتير، يعني مش عايزه يكتب بس اسمه كتير أو يقعد يكتب بإيده، يعني عايزه يختار من كومبو بوكس. طب هيختار ازاي من كومبو بوكس؟ عايز كل الاسماء اللي موجوده هنا دي تطلع لي فين؟ تطلع لي في كومبو بوكس، وهو يختار منه ويفلتر عن طريق الكومبو بوكس. طيب تعالوا نشوف هنعمل القصه دي ازاي. الموضوع سهل برضو ان شاء الله. هننزل بس كومبو بوكس جديد. هي القصه كلها ازاي املى الكومبو بوكس ده عن طريق الداتا، البيانات اللي عندي. ادي الكومبو بوكس اهو. انا هحط كومبو بوكس اهو، خليه على جنب هنا. ازاي ابتدي املى البيانات بتاعت النيم مثلا؟ عايز احطه كل النيم احطه في الايه، في الكومبو بوكس اللي عندي. في طريقتين بس انا هشتغل بالطريقه الألذ بالنسبه لي او الطريقه الاسهل، علشان خاطر اقدر املى كمان بايدي. لو انا عايز اضيف بايدي حاجه معينه فممكن املاها بايدي. فانا هناخدها مع بعض ونمشي واحده واحده في الموضوع. طيب انا دلوقتي عامل عندي، لو انتوا فاكرين جدول اللود تيبل صح كده؟ اللود تيبل ده الجدول بتاعي. انا عايز ابتدي املى الكومبو بوكس. طبعا حملت البيانات هنا، اللود تيبل كلها موجوده عندي. طيب لو انا قلت له دي تي، الدي تي المليانه دي، قلت له والله الدي تي ده دوت رو صفر مثلا، دوت كولوم او دوت هنبقى ايتم، وافتح قوس واكتب رقم الايتم نيم رقم واحد صح كده، او اكتب بين قوسين النيم اهو، النيم مثلا نيم. يبقى انا كده معايا مين؟ معايا النيم ده بيجيب لي ريفرنس للنيم صح كده. انا عايز اقول له والله كومبو بوكس ده بوكس 1 دوت ايتم دوت اد، ضيف لي فيه مين؟ النيم. طيب لو انا عملت كده بس يبقى هيضيف لي انهي نيم؟ اول نيم بس، اول اسم بس هو ده اللي هيضيفه لي لان عامل زيرو. طب انا ليه ما اعملش لوب؟ ممكن اعمل فور لوب، فور واقول له اس از انتجر بيساوي 0 تو اخر دي تي دوت رو دوت كاونت ولا ومنساش ناقص واحد. يعني هو دلوقتي هيبدأ من 0 لأن أنا ببدأ بزيرو، فلو هما 10 من زي يبقى من 0 ل9 وليس من 0 ل10. لو عددهم 10 يبقى من 0 ل9. فبقول له دي تي دوت رو كاونت ناقص واحد وأقول له نيكست. وبعد كده أجي هنا أخلي بدل الصفر دي أخليها إيه؟ أخليها اس. يبقى أنا كده عملت جملة فور لوب تملالي الكومبو بوكس منين؟ من الداتا جريد فيو اللي هي الأولانية خالص، أو من الداتا تيبل بقى، مش من الداتا جريد، من الداتا تيبل اللي هي كل البيانات اللي عندي. كل البيانات اللي عندي. واحد هيقول لي لو البيانات دي متكررة. تعالوا نجرب الأول بعد كده نخش في الحالات الإيه الخاصة. دلوقتي أنا عملت أهو زي ما انتم شايفين. أنا هاجي أفتح دي هلاقي إن إيه البيانات كلها عندي زي ما انتم شايفين، أحمد محمد دي مش عارف محمد البحراوي أحمد علي الكلام الإيه، كل البيانات موجودة عندي. طيب كلام جميل جدا. أنا دلوقتي عايز نخش على المرحلة التانية، إن أنا لما أدوس كده يبحث لي عن الراجل اللي أنا اخترته. في كذا نقطة. أول حاجة معلش أنا هضيف حاجة بس صغيرة. أنا ليه اخترت الطريقة دي؟ في طريقة تانية بس ليه اخترت الطريقة دي؟ علشان خاطر أنا كده أقدر أضيف بإيدي. يعني إيه أقدر أضيف بإيدي؟ طب افرض أنا عايز بعد ما اخترت واحد عايز أرجع تاني أجيب الكل. عايز أرجع تاني أجيب الكل. فلازم الكومبو بوكس ده يبقى فيه إيه؟ اختيار الكل. الطريقة دي أقدر أكتب اللي أنا عايزه بإيدي. ممكن أقول له إيه؟ اختيار في الكومبو بوكس كده اضيف اختيار الكل. دي هتطلع اول واحده لان انا ضفتها اول واحده، يبقى هتطلع ايه؟ اول واحده صح كده. طيب واقول له والله التكست برضو بحيث ان هي يدي شياكه شويه عشان ما تبقاش فاضيه كده. اول ما يفتح يبقى ايه؟ دوت تكست بيساوي اختيار الكل. كده انا مليتها بايدي وجهزت ان هو اختيار الكل عشان الراجل لما يجي يختار الكل. تعالوا نجرب كده. دي اول حاجه ان انا اخليها اختيار الكل. هو كده جايب الكل فعلا. لما انا اختار كده محمد هو كده المفروض جايب لي محمد بس. لما انا اختار الكل تاني يجيب لي مين؟ يجيب لي الكل صح كده. طيب
تعالوا نشوف بقى هنعمل فلتر ازاي. احنا هنعملها بنفس الاسلوب اللي احنا عملناها هناك. ايه هو الاسلوب؟ هنا هدوس دبل كليك عليها يبقى سيلكت اندكس تشينج، لما اغير الاندكس تشينج. طيب هاجي والله هاخد دي كده كوبي، هي اقول له والله انا مش عايز كده، انا عايز ايه؟ عايزك تجيب لي الفلتر ده من الكومبو بوكس، كومبو بوكس 1 دوت تكست، هو ده. هات لي النص من هنا. طب لما يكون ايه؟ لما يكون الكومبو بوكس، لما يكون الكومبو بوكس دوت تكست ده لا يساوي، لا يساوي مين؟ اختر الكل. يبقى هو لو لا يساوي اختر الكل، هناخدها بس كوبي عشان ايه؟ لو هو لا يساوي اختر الكل يبقى هيفلتر بمين؟ هيفلتر بالكومبو بوكس. طب لو هو اختر الكل يبقى هيجيب مين؟ يبقى هيجيب كل الناس اللي هي لود تيبل. نقولها تاني. دلوقتي لو الكومبو بوكس دوت تكست اختار الكل يبقى هيعمل ايه؟ هنا كاتب لا يساوي يبقى ليبل لود تيبل. طب لو اختار الكل يبقى لود باي نيم. طب تعالوا عشان ما لخبطكوش اهي يساوي، لما تكون يساوي اختار الكل يبقى نعمل ايه؟ نطلع اللود دي كده فوق. طب ولو هي كده يبقى دي تحت كده اسهل او اقرب. احنا كنا سايبينها عشان هي احنا خدينها كوبي كده، لكن كده ده الصح. لما تكون يساوي اختار الكل حمل لي كل البيانات، لما لا تساوي كده إلس بقى حمل لي اللي انا مختاره بس. طيب تعالوا نشغل. اختار الكل، هختار مثلا دي يبقى جاب لي مين؟ الدي. طب لو اخترت احمد جاب لي احمد. طب لو اخترت محمود جاب لي محمود. طب لو اخترت الكل يجيب لي مين؟ يجيب لي الكل تاني. طيب يتبقى لنا حاجه واحده بس، ان انا محمد البحراوي دي متكرره. افرض انا عندي مثلا 100 شخص فيهم 50 متكرر و50 حاجه تانية، يبقى انا هفتح الاقي 50 و50 هنا؟ لا طبعا، انا عايز واحده بس منهم، مش عايز كله. يبقى انا هعمل ايه في الحاله دي؟ تعالوا نشوف بقى. يبقى الكومبو بوكس ده بشكله كده ما ينفعش ياخد من الدي ايه؟ من الدي تي. هنعمل له ايه طيب يا عم؟ تعالوا نشوف بقى هنعمل ايه. هنيجي كده وهناخد اللود تيبل ده بنفس كل حاجه انا محتاجه كده، ومحتاج اعمل جمله جديده اسمها لود باي مثلا كومبو، مثلا كومب مثلا اي اسم انا بحط لود باي اي اسم. طيب واعمل له داتا تيبل تاني، اقول له والله انا هعمل لك باي بابليك دي تي كومب، هو كله يبقى كومب بقى، از نيو داتا تيبل. دي الخاصه بمين؟ دي اللي هتبقى خاصه بالداتا جريد، بالكومبو بوكس قصدي، دي الخاصه بالكومبو بوكس. واعمل كل حاجه زي ما هي، واجي هنا اقول له انا مش محتاج غير النيم، صح؟ واجي اقول له والله this 10 كت، حاجه اسمها distinct يعني ما تكررش الموجود، هات لي مع عدم التكرار، هات لي البيانات مع عدم التكرار. يبقى انا هاخد دي هي distinct واخد النيم بس، انا هحتاج منها النيم. طيب لما اقول distinct وناخد النيم، تعالوا نشوف هنعملها ازاي. يبقى انا كده هفصل ده عن ده، اقول له والله انا عايز الود الاول الباي كومب ده، لود تيبل باي كومب، واقول له والله لا الدي تي بقى ما اسمهاش دي تي، اسمها دي تي كومب، صح؟ وهنا دي تي كومب، دي تي كومب، وهنا الفيلد رقمه كام؟ اسمه نيم برضه، اسمه برضه نيم. تعالوا نشوف كده هيحصل ايه، هل هيضرب هل مش هيضرب؟ تعالوا نشوف اهو. هفتح كده الاقي مين؟ الاقي محمد البحراوي مش متكرره معايا، كانت متكرره ولكن دلوقتي مش متكرره لان عملت حاجه اسمها distinct، يعني ما تكررش البيانات. هات لي البيانات دون تكرار، هات لي البيانات دون تكرار distinct name، يعني ما تكررش الاسم. دي بتنفع في الاقسام، في الدرجات، في الفصول، مش عارف ايه. انا مش عايز اطلع كل الفصول، لا انا عايز الفصول ما يتكرروش، اطلع من الجدول اخد الفصول ما يتكرروش كده. يبقى انا قدرت افلتر عن طريق الكومبو بوكس. كده محاضرتنا تكون خلصت. دعواتكم ليا ان شاء الله، مهم اوي الدعاء، لا تنسوا الدعاء دايما، واشوفكم على خير، ويا رب الناس تكون بتستفيد، واقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.